مع انتشار ثقافة التبليغ عن المخالفات المرورية وعلى إثر مكالمة هاتفية عن طريق صفحة طريقي الخاصة بالدركي الوطني من طرف أحد الركاب مفادها الرفع في قيمة السعيرة الخاصة بالمسافرين. استغلالا لهذه المعلومة تم توقيف الحافلة بالسد الثابت لمصالح الدركي الوطني بالمدخل الشرقي لمدينة أم البواقي. وبعد توقيف الحافلة سالبة الذكر ومراقبة الوثائق الخاصة بالحافلة والتذاكر تبين فعلا تحايل القابض والزيادة في سعيرة الركاب، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع جملة من الجنح ضد كل من السائق والقابض، أهمها عدم احترام سعر التعريفة المطبقة على متن المركبة، عدم لياقة لباس المستخدمين بالنسبة للقابض، عدم احترام قواعد النظافة، عدم تعليق شارة المستخدمين بالنسبة للقابض. في حالة ما كان يدير في مناورات خطيرة، في حالة ما كانت حايل على التسعيرة، نطلبوا من المواطن يتصل على تطبيق طريقي ولا 1055 له سلوك حضري ومن حقه هذا. حنا نتخذوا اجراءات ضد هذا السائق، عندنا جنح نهزوها وانتم سامحونا بالك عطلنا ورانا في خدمه مستعمل الطريق 24 على 24 ساعه.